بس السؤال هنا بقى، هل المنجمين او العرافين دول بيعلموا الغيب فعلا؟ وهل معاهم حد بيساعدهم سواء من الانس او حتى الجن او منظمات كبيرة زي الماسونية مثلا؟ من أعبث الأحداث اللي بتحصل كل سنة بالنسبة لي البرامج اللي بيظهر فيها العرافين كل سنة، عالم الفلك فلان أو عالمة الفلك فلان. يعني مثلا عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف اللي اتنبأت بطلاق أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز. الموضوع اتاخد في الأول بهزار، حتى ياسمين عبد العزيز نفسها خدت الموضوع بهزار وكتبت لها على تويتر بلاش انت يا ليلى، وما هي إلا أيام وفعلا انفصلوا. وتنبؤات غريبة تانية كتير زي تنبؤ ارتفاع الذهب 5000 دولار للأونصة الواحدة، أو تنبؤات حروب دول مع بعضها، أو تحقيق إنجاز لمنتخب عربي لم يحدث من قبل، أو كوارث طبيعية زي الزلازل والانفجارات وغيره. بس السؤال هنا بقى، هل المنجمين او العرافين دول بيعلموا الغيب فعلا؟ وهل معاهم حد بيساعدهم سواء من الانس او حتى الجن او منظمات كبيره زي الماسونيه مثلا؟ خلينا بس في الاول نحط قاعده ثابته ونفكر بعض اننا مسلمين وان محدش بيعلم الغيب الا الله. بس السؤال هنا، الناس دي بتعرف الغيب ازاي طالما لا يعلم الغيب الا الله؟ الموضوع له طرق وتحليلات كتير يا صديقي، هقول لك اهمهم وبعدين هتفهم بعد كده الدنيا ماشيه ازاي. في اتجاه وراي بيقول ان الناس دي بتستعين بالجن، وفي راي بيقول ان الناس دي تابعه للماسونيه. في احتمال ان الكلام ده يبقى صح واحتمال كبير انه يبقى غلط، لكن لو افترضنا ان هو صح ما المشكله هتبقى هي انه لا يعلم الغيب الا الله. الجن ده ايه؟ ما هو مخلوق. والماسونيه دول ايه؟ سياخ شاورما؟ ما هم بني ادمين برضه زيهم زينا وبرضه لا يعلم الغيب الا الله، ودول مخلوقات ما عندهمش القدره انهم يعلموا الغيب. الراي الثالث والواقعي اكتر والاقرب للعقل واللي انا شخصيا بميل ليه، وهي التنبؤات بناء على المعطيات. هفهمك. عارف انت الشخص الذكي اللي عنده قوه ملاحظه وبيفهمها وهي طايره؟ قليل قوي لما يتفاجئ من حاجه حصلت، لانه بيبقى شايفها من قبل ما تحصل بكتير. يعني في ظل ان في معطيات بتقول ان في ازمات كبيره بين الدول، الطبيعي واللي هيحصل ان في بعض الدول هتلجا للذهب كملاذ امن يعني من التضخم، وده بدوره بيرفع سعر الذهب، لان كل ما زاد الطلب زاد السعر. توقع تاني مثلا زي تحقيق انجاز لمنتخب عربي لم يحدث من قبل واللي فعلا اتحقق، ان المغرب وصلت نص نهائي كاس عالم وفريق الشباب بتاعهم خد كاس العالم. ده مش توقع جاي من فراغ، ده احصائيات وتحليلات من منظمات عالميه موثوقه ومحللين رياضيين كبار وضحوا مدى تطور الكره المغربيه واحتراف لعيبه كتيره جدا في انديه اوروبا، اللي بدوره بينعكس على المنتخب بشكل عام، وده بيخليها يحقق بطوله. حتى الكوارث الطبيعيه، معامل ومنظمات عالميه شغاله ليل نهار عشان تدينا معطيات تدل ان في كارثه قريبه هتحصل او ظاهره طبيعيه هتظهر في بلد معينه. كل ده بيستند عليه عالم الفلك او المنجم عشان يطلع لك وتنبهر وتوصل لدرجه الايمان في كلامه ان الحاجه اللي هيقولها كده كده هتحصل. وخلي بالك ان هم بيستخدموا شويه الفاظ عايمه ومطاطه شويه، الالفاظ دي بتحمل اكتر من معنى وده بيفيدهم قدام، وهقول لك ازاي. يعني مثلا لما قالوا تحقيق انجاز لمنتخب عربي لم يحدث من قبل، ما قالتش انه منتخب المغرب، ما يمكن يكون السعوديه، وهم عمالين يستقطبوا لعيبه ومدربين عالميين تضيف لهم خبرات وتحسن جوده الكره في السعوديه. كلمه انجاز في بطوله رياضيه مثلا كلمه مطاطه قوي، ولا احنا عارفين الانجاز ده في انهي لعبه، كره قدم ولا يد ولا سله، ومش عارفين يعني ايه انجاز. هياخدوا كاس عالم مثلا ولا هيعملوا ملاعب تصنف انها الافضل في العالم؟ ما هو ده انجاز برضه. واحد يقول لي طب يا عم احمد، هو كل تنبؤ بيقولوه بيطلع صح؟ ما اكيد في حاجه غلط. ومين قال لك ان كل التنبؤات بتبقى صح؟ افتح اي حلقه ليهم في راس السنه هتلاقي من كل 100 توقع 3 صح. وبما انك ما بتتفرجش على الحلقه كامله، التوقع الصح في يوم وليله بيلف السوشيال ميديا ويحصل انبهار بقى. عرف ازاي يا ابني؟ ما هو قال 99 واحد غلط. وبعدين انت بتعرف التنبؤ انه حصل عشان حصل، لكن لو ما حصلش مش هتسمع عنه. اهي كلمه اتقالت في برنامج وخلاص. ما في واحد اتنبأ ان شيكابالا هيروح الاهلي وهيجيب جون في الزمالك، ومن ساعتها وانا مستني شيكابالا يروح الاهلي. اللعبه كلها صاحبي خفه يد، بشوف الحته العاميه عندك والعبها صح تقوم انت منبهر بالنتيجه وما شفتش اللي حصل في نص اللعب. طيب بيستفادوا ايه بقى؟ لا بيستفادوا كتير، وتعالى اقول لك ازاي. لو قابلتك في يوم من غير ما اعرفك وجيت قلت لك انت ابوك اسمه كذا وامك اسمها كذا والنهارده يحصل لك في الشغل كذا، وحصل فعلا كل اللي قلت لك عليه، والموضوع ده اتكرر مره واثنين وثلاثه، درجه ايمانك وثقتك فيا هتزيد يوم بعد يوم، وده اللي هيخليك زي الخاتم في صباعي. ايا كانت نيتي بقى، عايز اكسب من وراك او عايز ابقى في منصب معين او اي مصلحه هكون عايزها هتعملها لي وانت مبسوط. ده غير بقى ان الناس دي بتكسب شهرة كبيرة جدا. كنت بستغرب جدا الناس هتآمن ازاي بالمسيح الدجال رغم انهم عارفين ان في حد هينزل بالمواصفات دي اللي حدثنا عنها سيدنا محمد وقال لنا على كل الصفات بتاعته. لحد ما بشوف الناس اللي بتصدق فعلا ان في حد ممكن يعلم الغيب، او يقول لك انت برجك كذا، السنة بتاعتك هيبقى فيها كذا وكذا وكذا، هيحصل لك فيها مكاسب كبيرة او خسائر كبيرة لما تتعلم التوحيد والعقيدة السليمة. عمرنا ما هنتشائم بغراب اسود ولا نتفائل بكوباية قهوة اتدلق او يوم النهارده حلو على حسب برجي. كلها افكار ممكن تتقلب لزعزعة في الايمان لو لم يتم
مهم تهميش الافكار دي، لانك ما تنساش انك شايف العرض ومستمتع بيه، لكن ما تعرفش ايه اللي بيحصل ورا الكواليس. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف كل جديد. سلام.